ممكن تنصحنا عشان الكل بيخوفنا من تطعيم السنة ونص بيقول بيعمل توحد وأمراض ما عم نعرف مين نصدق. طب عايز الإجابة المختصرة سريعا، ما بيعملش توحد خلاص. تعال نخش في التفصيل بقى. أنا أسألكم سؤال، لو إحنا بنجيب معلوماتنا منين يا جماعة؟ يعني لما نزلت بوست عن التطعيمات الإضافية وأهميتها، ده بيزنس بيعملوا توحد بيعمل أمراض، أنا ابني مش عارف مين اتطعم وحصل له إيه. يا جماعة لما يكون منظمة الصحة العالمية وكل التوصيات العالمية وكل دكاترة الأطفال المتخصصين في طب الأطفال، يعني زي ما بيقولوا إيه، يعني عربيهم وعجمهم، يعني مش المصريين بس ولا العرب بس، كل العالم متفق على شيء خلاص. في يحصل مضاعفات من التطعيم، بيحصل مضاعفات من التطعيم زي بيحصل مضاعفات من اي مضاد حيوي بناخده، زي بيحصل مضاعفات من اي اكل ممكن ناكله، مثلا يحصل تحسس، وارد اي حاجه تحصل. ولكن غلط بيعمل توحد، خلاص بقى التوحد سببه التطعيمات؟ لا خالص، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام دوت. ناخد التطعيمات يا جماعه الاضافيه، وناخد التطعيمات الاجباريه كده كده بتاخدوها، والاضافيه ناخدها، ومفيش اي تطعيم ما تاخدهوش غير لو دكتورك الاطفال اللي بتثق فيه وبتثق في علمه يقول لك بلاش التطعيم ده. انا صراحه ما شفتش تطعيم مضر. انا عن نفسي يا جماعه بطعم اولادي وطعم قرايبي وبقول للناس كلها تطعم، فبلاش ناخد يعني ايه مصادر معلوماتنا من حد مش اهل للذكر. يعني لو دكتور اطفال قال لك كده، او توصيه علميه قالت ما تطعمش، تعالى نتناقش وقولي لي بقى ايه دي المناقشه دي، او دكتوري كان يقول لي ده في توصيات قالت كذا كذا. لكن الناس بتقول لا يا جماعه، يعني الواحد والله تعب من الفتوى بدون علم في التخصص ده. بس الله المستعان، عشان كده احنا معاكم وبنوعيكم وبنقول لك اهو ما تقلقيش اطعمي، وان شاء الله ربنا يحفظ اولادنا ويحفظهم من كل الامراض يا رب. السلام عليكم.